السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كمان ما تنساش ان في اليوم ال16 او ال17 من وضع البيض اعمل معاه عملية تبريد للبيض مرتين في اليوم. لو المكنة بتاعتك مجهزة بعملية التبريد ديت آلي خير وبركة، مش مجهزة ابدأ حضرتك هات بخاخة وحط فيها مية واعمل انت عملية التبريد بنفسك. دي مهمة جدا مهمة جدا عشان البيضة تتخلص من الطاقة الحرارية الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي للأجنة جواها أثناء نموها. ووقف أجهزة التقليب داخل الماكينة أثناء إجراء عملية تبريد البيض. وكمان افتح أبواب ماكينة التفريخ عشان الحرارة تنزل لدرجة 35. وعملية التبريد دي مدتها حوالي 10 دقايق، بتعملها مرتين في اليوم، في اليوم ال16 واليوم ال17. كمان عملية التبريد ديت بتعمل عملية هشهشة في جدار البيضة نفسه، فده بيسهل على الجنين نقر البيضة لما بيوصل لمرحلة الخروج من البيض. راعي كمان ان المية اللي هتحطها في البخاخة عشان تعمل بيها عملية التبريد او اللي عشان هترشها على البيض درجة حرارتها تكون من 20 ل 25 درجة، مش مية متلجة. وبعد كده اقفل باب المكنة تاني وشغل التدفئة والتقليب مرة تانية. الفحص الضوئي للبيض بيتم في اليوم السادس والسابع عشان تستبعد البيض الغير مخصب والمشروخ او البيض اللي صفاره مائي. الفحص الضوئي الثاني بيكون يوم 13 عشان تستبعد الأجنة الميتة داخل البيضة. الفحص الثالث الضوئي بيكون يوم 21 ايضا، بتستبعد فيه الأجنة الميتة داخل البيضة بعد الفحص الثاني للبيض، وعشان كمان ينتقل البيض من المفرخات الى مكان الفأس. دي معلومات بنقولها لحبيبي المزارع واخي المتابع قناة النجاح اللي هو ناوي يفرخ بيض البط المسكوفي. لو اتبع التعليمات ديت ان شاء الله ينجح في تفريخ بيض البط المسكوفي، لان كتير من المشاهدين كلموني وقالوا ان احنا حاولنا كتير ان احنا نفرخ بيض البط المسكوفي لكن بنجد فيه صعوبة، وبيكون يعني نسبة ضئيلة جدا اللي بتنجح والباقي كله بيموت داخل البيضة او ما بيخرجش من البيض. يا رب نكون قدرنا نفيدكم بمعلومة في الفيديو. ان عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.